الا دخلتي على القنوات الجزائريه في اي وقيته ولا بد غادي تلقاهم تيهضروا على المغرب في التقارير ديالهم وفي الاخبار ديالهم بواحد الطريقه سلبيه، وكيسميونا بلاد المخزن في الاشاره الى النظام الملكي الحاكم في المغرب، وتيبغيو يبينوا بان اوضاع المغاربه سوداء تحت حكم نظام المخزن، وتيقولوا علينا حنايا العياشه بوسي الدين. يعني حنا المغاربه اللي تنقولوا عاش الملك، واي واحد فينا سولتيه الا تلاقيتي جلاله الملك يقول لك غادي نقبل له يده. نساو بان المغاربه من عادتهم تقبيل يد ورأس اي رجل مسن او لا امراه مسنه من باب التوقير والاحترام وليس من باب التقديس. هذه من الحروب الاعلاميه التي تخوضها الجزائر في الاعلام الرسمي وفي الاعلام الغير رسمي. في المقابل هنا في المغرب المغاربه حتى هما في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني في الاعلام الغير رسمي، تيقولوا على الجزائر بلاد الكابرانات، وتيقولوا على الجزائريين الكراغله. اصبح اسم الجزائري مقرون بالكرغلي في الإشارة إلى التسمية القدحية التي كان يحظى بها أثناء الفترة العثمانية عند الزواج المختلط. طبيعة الحال حنا ما غاديش ندخلوا في التعميم، يعني ماشي عموم المغاربة وماشي عموم الجزائريين، ولكن للأسف الشديد هذا واقع الحال ولا ينكره أحد. بل الأسوأ من هذا هو أن الأمر تخطى بأن يكون صراعا سياسيا بين النخب، فأصبحنا نرى تلاسنات بين الشعبين. بعض الإخوة المغاربة والإخوة الجزائريين تأخذ بهم الحمية وتأخذ بهم الحماسة ويسقطون في فخ التلاسنات. سباب عذابنا سباب عذابنا المخزن والصوص بلاونا. بل وحتى الإخوة العرب مصريون وخليجيون وغيرهم يستغلون الصراع المغربي الجزائري ويجدون فيه مادة دسمة يتناولونها في بلاطوهاتهم وفيديوهاتهم، وهذا ما يؤجج الصراع. والكل نسي بأن الأمر يتعلق بين إخوة أشقاء، دولتين جارتين شقيقتين، يجمعنا أكثر ما يفرقنا. عندنا جغرافيا وحدة، عندنا تاريخ واحد، عندنا عادات وحدة، عندنا تقاليد وحدة، كتجمعنا العروبة، كيجمعنا الإسلام، وكيجمعنا حتى الدم. للأسف الشديد هذا هو الواقع المرير التي وصلت إليه العلاقات الجزائرية المغربية. وباش نقدروا نعرفوا هذا الواقع المرير كيفاش وصلنا ليه وأصل القصة، ولا بد خصنا نربطوا هذا الشيء هذا بواحد التسلسل تاريخي، لأن قصة المغرب والجزائر ليست وليدة اليوم أو السنة الفارطة، بل هي قصة تمتد فصولها تقريبا لقرنين من الزمن، ولم تكن فصولها كلها سوداء، بل كانت عدة محطات مشرقة مضيئة في العلاقات المغربية الجزائرية. ابتدأت القصة تقريبا سنة 1830 أو لا قبلها بقليل. كانت الجزائر إمارة تابعة للإمبراطورية العثمانية، ونعلم بأن الإمبراطورية العثمانية في هذه الفترة كانت ضعيفة، كانت متقهقرة، قد أنهكتها الحروب الأوروبية ومن قبلها حروب المغول، وفتكت بها النزاعات الداخلية والاغتيالات والانقلابات في الحكم. لذلك الأطماع الأوروبية اتجهت نحو شمال إفريقيا، وكانت الجزائر يحكمها أمير اسمه الحسين شي حاجة. المهم هو أن هذا الأمير هذا دخل في منازعات مع المملكة الفرنسية في شي مسألة تختص الديون، فاستغلتها فرنسا ودخلت في نزاع مسلح ضد الجزائر انتهى باحتلالها سنة 1830. المغرب كان مغيرا تماما، كان تحت حكم العلويين، نظام ملكي يحكمه السلطان مولى عبد العزيز، وكان نوع من الاستقرار ونوع من الالتفاف المغاربة حول العرش وحول النظام الملكي. المغرب كان ولا يزال محافظا على القيم الإسلامية والإنسانية وقيم الجوار. لم يستسغ المغرب والمغاربة، لم يرضوا بأن دولة جارة شقيقة مسلمة عربية تستعمر من طرف عدو، وقدم المغرب كل الدعم اللازم للمقاومة الجزائرية، وهذه حقائق لا ينكرها أحد حتى الإخوة الجزائريون. قدم المغرب الدعم المادي والمعنوي واللا مشروط للجزائريون في محنتهم، حتى تورط هو كذلك. أصبحت فرنسا تهاجم بعض الحدود المغربية بدعوى أنها تلاحق من يساندون الجزائريين في محنتهم، حتى وقع الجيش المغربي والجيش الفرنسي في معركة سنة 1844 وهي معركة إسلي الشهيرة. للأسف الشديد انهزم فيها الجيش المغربي، وكانت للهزيمة آثار سلبية على المغاربة. عاقبتنا فرنسا، فرضت علينا سنة 1845 معاهدة وبنود لم تكن بتاتا في صالحنا، اقتطعت منا أراضي، فرضت علينا إتاوات، لكن الأدهى والأمر والأمكر هو أن فرنسا فرضت علينا ترسيم حدود مع الجزائر. وربما هذه كانت هي الشرارة الأولى للصراع المغربي الجزائري. لماذا فرنسا كانت ماكرة في هذا البند؟ لأنها علمت علم اليقين بأنها الطريقة الوحيدة التي ستوقف بها يعني السند والدعم المغربي للجزائر،
أرادت أن توقع الإخوة في صراع حول الأرض، وهذا للأسف ما نجحت فيه. المسألة الثانية وهي مهمة جدا هو أن فرنسا عندما استعمرت الجزائر استعمرتها في المناطق الساحلية الشمالية الفوق فين كانت آهلة بالسكان، أما الصحراء الشرقية كانت كلها مغرب. لا ننسى بأن المغرب كان يضم أجزاء من مالي ويمتد حتى نهر السنغال ويضم بلاد الشنقيط. ولا ننسى كذلك بأن يوسف بن تاشفين في أواخر القرن 15 دخل حتى الجزائر العاصمة. الصحراء الشرقية كانت مغربية، هذه حقائق تاريخية لا ينكرها أحد. لذلك فرنسا عندما استعمرت الجزائر كان نظام الحكم مباشرة من باريس، كانت تظن بأنها ستكون ولاية فرنسية إلى الأبد، لذلك أرادت توسيع الرقعة الجغرافية للمستقبل. وحتى تلك الحدود الوهمية التي رسمتها لم تشمل منطقة تندوف وبشار والنواحي، بل تركتهم للمغرب، وانت غادي تضمهم للحدود حتى 1850 عندما اكتشفت تما المناجم وبعض الثروات الطبيعية. للأسف الشديد هذه هي الحقيقة، الصحراء الشرقية صحراء مغربية. مهم منذ ذاك الحين يعني كثر العنف وكثرت الحركات المناهضة، وعموما الغرب كانوا في قوة وفي جبروت. انتهى الأمر سنة 1907 باحتلال فرنسا للمغرب وفرضت علينا حماية سنة 1912، فدخل المغرب في فترة الاستعمار وكانت هناك عدة أحداث. لكن مع قدوم وتولي السلطان محمد الخامس العرش، كان السلطان محمد الخامس شاب بأفكار جديدة ثورية، كان مناهضا وكان رافضا بتاتا للاستعمار. يعني حتى حاولت فرنسا نفيه مرتين وحاولت تنصيب سلطان وهمي، لكن بثورة ملك وشعب وبزوغ المقاومة الوطنية استطاع المغرب إرغام فرنسا الاعتراف بسيادة المغرب على أراضيه، وأخذ المغرب استقلاله سنة 1956. بعد استقلال المغرب لم يكف المغرب، ما قالش هذه والتوبة، ما قالش كل ما عانيت منه بسبب دعمي للجزائر، بل تابع الدعم والمساندة. ولعل كلمة السلطان محمد الخامس التاريخية والإنسانية التي لا زالت موثقة في مقر الأمم المتحدة سنة 1957، وكان خطابا باللغة العربية، وربما أول ملك أو رئيس دولة يقوم بخطاب باللغة العربية في مقر الأمم المتحدة. قال: إننا نحس بألم شديد، يعتصرنا ألم شديد، ووطأة المعارك تزداد يوما بعد يوم في جارتنا الجزائر، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة. وتابع الدعم بالمال والأرض كذلك، حتى فعلا استطاعت الجزائر بعد قيام الثورة الجزائرية أخذ استقلالها سنة 1962. ودابا حل لي ودنيك مزيان، دابا المغرب والجزائر دولتان مستقلتان. ماذا وقع؟ قامت حكومة مؤقتة في الجزائر كان على رأسها الشاذلي بن دريس أو لا عباس فرحات، باش يشوفوا اش غيديروا البلاد، يلا ينظموا الانتخابات ويقادوا الدولة. كان محمد الخامس رحمة الله عليه قد توفي سنة 1961 وتولى الحسن الثاني العرش. الحسن الثاني دخل في معاهدة وحوار دبلوماسي مع الحكومة المؤقتة للجزائر ومع رئيسها عباس فرحات فيما يخص الحدود. الأمور واضحة، ها أرضي أنا كيفاش كانت، ودابا نجيو نتكلموا في الحدود. ومسألة مهمة فيما يخص هذه الحدود، عند استقلال المغرب فرنسا كانت مستعدة للتفاوض مع المغرب في مسألة الحدود، كانت مستعدة للتنازل عن كل الأرض بشرطين اثنين. الشرط الأول هو أنه يتوقف عن دعم الجزائر، والشرط الثاني هو أن فرنسا تدخل مع المغرب شراكات اقتصادية في المنطقة. لكن المغرب رفض رفضا قاطعا وقال لها سنتكلم في مسألة الحدود مع إخواننا الجزائريين عند الاستقلال، وهذا ما كان. الحكومة المؤقتة رحبت، مرحبا، دخلت يعني اتفاقية ومعاهدة مع المغرب فيما يخص الحدود، لكن طلبوا مهلة على أساس أن البلاد يعني لا زالت يلا خرجت من الاستعمار وما زال آثار الاستعمار عليها، خصهم يكونوا ركائز دولة، ماشي مشكل. لكن وقع ما لم يكن في الحسبان. في بعض المناطق الحدودية كانت جلة من العسكر بقيادة رئيس الثورة أحمد بن بلة وصديقه بومدين وبعض العساكر، كانوا لا يزالون يرابطون في بعض الثغور الحدودية. ماذا فعل بن بلة؟ اتجه نحو الجزائر العاصمة وقام بالانقلاب على الحكومة المؤقتة وأخذ زمام الحكم، ليكون بذلك أحمد بن بلة
أول رئيس فعلي لدولة الجزائر. ما قام به أحمد بن بلة من انقلاب شأن داخلي يخص الجزائر، هذا ما اعتبرته المغرب، لكن بعد أن أصبح إجماع على رئيس الدولة الجديد دخل أو استكمل الحسن الثاني مفاوضاته مع أحمد بن بلة فيما يخص الحدود. بدأ بالتماطل في البداية، لكن بعد ذلك رفض رفضا قاطعا، بدأ يستعمل خطابات جديدة ثورية على أساس أنه لن يسلم شبرا من الأرض حررت بدم الشهداء، وهذا كلام باطل. أصلا من هو بن بلة هذا؟ بن بلة رجل جمع العديد من المتناقضات. كان لاعب كرة قدم محترف في الدوري الفرنسي، كان جندي فرنسي مجند، بطل شارك مع القوات الفرنسية في الحرب العالمية الثانية، وقلد من طرف الرئيس دوغول بميدالية الشجاعة. كان ثائرا ومناهضا للاستعمار، سجن في فرنسا، انقلب على حكومة مؤقتة، أول رئيس للجزائر. ومن الصدف الغريبة هو أن صديقه بومدين قد انقلب عليه كذلك بعد سنوات من الحكم، بضع سنوات، وسجن بالجزائر، ومن ثم من بعد كون حزبا جديدا وسافر إلى فرنسا وأصبح في المعارضة. المهم هذا بن بلة كان اشتراكيا مشبع بالأفكار الثورية، كان صديقا حميما لجمال عبد الناصر، وما أدراك ما جمال عبد الناصر، ذلك الرئيس الفاشل. وللذكرى مصر في هذه الفترة ظلمت كثيرا للمغرب وقدمت الكثير للجزائر في هذا الملف. كان صديقا لفيديل كاسترو الرئيس الكوبي ولقائد الثورة الكوبية تشي جيفارا، حتى أن تشي جيفارا كان بالجزائر، وكانوا يروجون لهذه الخطابات الانفصالية الثورية، وكانوا يكرهون الأنظمة الملكية، وهم من ساعدوا بن بلة في هذه المسألة. بعد هذا الرفض الواضح هنا ربما بدأت الحروب الإعلامية الأولى. بدأ أحمد بن بلة يروج لأكاذيب ضد المغرب على أساس أن المغرب له أبعاد استعمارية واستيطانية، وبدأ المغرب كذلك يرد، بدأ يذكر بالمغرب الكبير وبنشر الخريطة المغرب الكبير وإلى أين تمتد. وبقي الحال على ما هو عليه من التشاحنات حتى سنة 1963. 1963 خطأ فادح من أحد الضباط الجزائريين يعطي أمر بحرق تكنة مغربية على الحدود وقتل كل المغاربة الذين كانوا بها. طبيعة الحال الرواية الجزائرية تنكر ذلك، لكن جميع المصادر تقول وتقر بأن الجزائر ضربت. فرد المغرب على ذلك، وبذلك دخل المغرب والجزائر في حرب الرمال في نوفمبر 1963. أعطى الحسن الثاني أمره للجنرال دريس بن عمر: سير سيدي وريهم من هو مغرب، العلويين ومغرب السعديين والوطاسيين والمارينيين والموحدين والمرابطين والأدارسة تاريخ من الحروب. حتى أنه في 24 ساعة دريس بن عمر سيطر على تنوف والنواحي، وبدأ في التوجه والتوغل نحو الجزائر العاصمة، فأوقفه الحسن الثاني. ماشي هو هذا الغرض ديالنا، ليس غرضنا هو الغزو والأرض. حتى أن الجنرال دريس بن عمر غاضب غضبة عسكري: كيف توقف عسكري منتصر عن التوغل؟ لكن السمت وحكمة الحسن الثاني كانت أكبر، كان يريد أن يعطي الرأي العام العالمي حسن نية المغرب، ليس هذا هو هدفنا. فانتهى الأمر بتدخل جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، وأرغم البلدان لإمضاء اتفاقية مالي لوقف إطلاق النار، وبقي الأمر على وها عليه. حمل المغرب غصة سلبه لأرضه لصحرائه الشرقية، ولم يطوي الملف، وستظل الصحراء الشرقية مغربية إلى الأبد. بعد ذلك غير المغرب الوجهة نحو الصحراء الغربية، لأنها كانت ما زالت مستعمرة من طرف إسبانيا. دخل الحسن الثاني في مفاوضات مع الحاكم الإسباني المتعجرف المتكبر الدكتاتور المستبيد فرانكو، فرفض رفضا قاطعا تسليم المغرب أراضيه بدعوى أن الصحراء كانت خالية عندما استعمرتها إسبانيا. المغرب دائما حافظ على ضبط نفسه وحسن سمته، طرح ملف الصحراء في الأمم المتحدة. هنا تظهر دولة أخرى وهي موريتانيا، تقول: حتى أنا عندي أصبع في الصحراء، حتى أنا عندي حق في الصحراء. فأصبح الصراع موريتاني إسباني مغربي على الصحراء الغربية. والمغرب دائما بالسبل القانونية توجه إلى محكمة العدل الدولية،
وخدم معه دلائل وقرائن والبيعة للشيوخ الصحراويين والروابط التي تربط المغاربة بالصحراء. وكانت إشارات المحكمة العدل الدولية واضحة في هذه المسألة، أقرت بتلك الروابط. وهنا على حين غرة كيظهر لنا واحد كيان بضعة شباب صحراويون يقول نحن هم سكان الصحراء الأصليون مسلحون ويطالبون بأحقيتهم في الصحراء. المغرب لم يشك أبدا ولم يتردد بأنه كان صنيعة الجزائر بمساعدة ليبيا ومساعدة مصر. كيف لبضعة أشخاص على حين غرة يولي عندهم السلاح ويوليو يناديوا بالأرض ويناديوا بالانفصال. 1975 الحسن الثاني يقلب الطاولة على الكل، يفاجئ الكل، يدعو المغاربة إلى مسيرة سلمية خضراء نحو الأراضي الصحراوية ليبين للعالم أجمع مدى ارتباط المغاربة من الشمال إلى الجنوب بهذه الأراضي. نبقى شعبي العزيز إلى شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. فاتجه تقريبا نحو 350 ألف مغربي ومغربية نحو الصحراء. 3 أيام من التوغل. حاولت في البداية إسبانيا أن تفشل المسيرة، بدأت تروج لأكاذيب من قبيل أن المسيرة غير سلمية والمغرب يدعو إلى الدم وإلى المجازر، لكن كان المغرب مسلح أمام العالم بأجمعه بالقرآن، وهي كانت مسيرة خطوة خطيرة جدا لكنها كانت محسوبة وذكية. ما أرغم إسبانيا وموريتانيا إلى جلوس إلى طاولة الحوار مع المغرب. وفعلا قررت إسبانيا الانسحاب من الصحراء وترك الصراع الجزائري المغربي. فبدأ إطلاق النار من طرف القوات الانفصالية صنيعة الجزائر، ما يسمون أنفسهم بالبوليزاريو، جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وفي هذه الظروف اضطرت موريتانيا إلى الانسحاب من الصحراء سنة 1979 ليسيطر المغرب على أراضيه الصحراوية، وبقي الحال على ما هو عليه. الحروب بين الكيان الانفصالي بدعم مباشر من الجزائر بالأرض وبالسلاح حتى سنة 1991، يعني سنة طرفان اتفاقية إطلاق النار، لتبتدئ بذلك المفاوضات حول الصحراء الغربية المغربية في مقر الأمم المتحدة أو الجمعية العامة. 1994 المغرب يتلقى ضربة أخرى موجعة كانت قاسية هذه المرة. انفجار إرهابي في مراكش، أطلس أسني، فندق أطلس أسني، والعشرات من السياح الأجانب قتلوا في هذا الانفجار. وتحقيقات المخابرات المغربية أفضت إلى أن الجريمة مرتكبة من طرف المخابرات الجزائرية، خصوصا بعد إلقاء القبض على 3 عناصر من منفذي العملية. الحسن الثاني في هذه الظروف فرض تأشيرة على الجزائريين ليرد الجزائر بغلق الحدود مع المملكة المغربية. فزادت الحروب الإعلامية بين المغرب والجزائر حتى 1997 المغرب من جديد يفاجئ الكل، وكان آخر مسمار في نعش هذه القضية والسيطرة الكاملة لأراضيه. كانت المبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب ولقت استحسان العديد من دول العالم، ليكون المغرب بذلك قد طوى ملف الصحراء الغربية في انتظار الصحراء الشرقية، وسيظل المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يعصى الله الأرض ومن عليها. للتلخيص، استعمرت الجزائر، ساند المغرب للجزائر في محنتها، استعمر هو كذلك، اقتطعت منا فرنسا عقابا لنا الأرض، أخذنا الاستقلال ديالنا، الجزائر أخذ الاستقلال ديالو، إنني بترد لنا الأرض ديالنا اللي اتخذت لنا بسبب ديالو. لا بغاوش. بدأت حروب قتالية من بعدها حروب إعلامية إلى يومنا هذا، لكن المغرب بملوكه الثلاث محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس نصره الله يعني استطاعوا إقفال القضية إلى الأبد. وباختصار هذه هي القصة المغربية الجزائرية بكل بساطة.